عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين اول بقى حاجة في الروتين بتاعي المسائي عملتها معاكم، وهو اني دخلت اغسل المواعين. قلت قبل ما ابتدي اعمل اي حاجة في المطبخ لازم يكون الحوض نضيف، المواعين مغسولة، عشان طبعا هنستخدمها واحنا بنطبخ، واحنا مثلا بنعمل كوباية شاي، اي حاجة تبقى كل حاجة كده حوالينا نضيفة وزي الفل. يلا بقى، لو انتي ما كنتيش غسلتي المواعين قومي اغسليها، تنشطي كده وتشجعي معايا. بصراحة من الحاجات اللي بتحفزني جدا في اي روتين بسمعه هو غسيل المواعين. كنت بلاقي نفسي كده قاعدة كسلانة، ايه ده، اشوف فيديو غسيل المواعين. كنت ساعات اشغل الفيديو جنبي وادخل جري اقعد اغسل المواعين. وطبعا اهم حاجة بالنسبة لي اللي هو قبل ما انام، لو ما كنتش غاسلة المواعين بالنهار او طول اليوم، اللي هو المواعين اللي انا بستخدمها بغسلها اول باول، لا بدخل على المطبخ بشطبه وبغسل مواعيني، بمسح الارضيه وبظبط الدنيا، عشان لما اصحى الصبح كده اعمل الفطار بروقان والاقي كل حاجه حواليا نضيفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي كتير، خصوصا وانتوا بتعملوا اي حاجه، خلوا الذكر دايما على لسانكم كده. طبعا في الصيف بنبقى مفرهدين ودايخين كده ومش متظبطين خالص، بس طبعا بنقوم ونطبخ، ربنا بيعيننا، بنطبخ وبنعمل حاجتنا. مين يعني هيعمل لنا؟ او في الشتاء نفس النظام، بنبقى سقعانين جدا وقاعدين بقى بنسمع المسلسل بتاعنا او بنسمع فيديو على يوتيوب او بنسمع اي حاجة وقاعدين تحت الغطا ومتدفين. بنقول بقى احنا لسه هندخل نغسل مواعين. بصوا، لما بتتراكم بتبقى كتيرة قوي علينا، في نفس الوقت بتعمل ريحة وحشة وبتجيب هاموش وحاجات وحشة قوي. وكمان المطبخ لازم يكون نضيف ومتنضف اول باول، مكنوس وممسوح، الارض كمان تكون ناشفة. طبعا الاجهزة الكهربائية خدوا بالكم منها كويس قوي، اي جهاز دلوقتي بقى بمبلغ كبير. عندك قلاية هوائية حافظي عليها ان شاء الله، يا رب اجيبها وانا وكل اللي ما جابوهاش. انا كنت قلت لكم كمان المره اللي فاتت، في الفيديو اللي فات، ان بالنسبه لي غسالة الاطباق مش مهمه. بصوا، هو انا بقول فكره ان هي ايه، غاليه والمسحوق بتاعها غالي وكده، بس في نفس الوقت بتوفر علينا مجهود كبير جدا. اللي هو لو انتي تعبانه بتحطي المواعين كده او الاطباق وبتشغليها وبترتاحي، بتريح جدا زي الغساله والحاجات كتير كده يعني. المهم ربنا يقدرنا يا رب ويكرمنا ونجيب كل اللي نفسه في حاجه يجيبها. طبعا انا كده خليت الحوض كده بيلمع زي الفل، ومسحته وغسلته غسله كويسه كده ونضفته. وزي ما انتم شايفين البوتاجاز كده متبهدل مطرح طبيخ اليوم، فدخلت ان انا اغسله كده والمعه. في نفس الوقت انا كنت هعمل اكل بسيط كده، مش عارفه ليه اوقات كتير في الشتاء بيجيلي نفس كده رايحه للفاصوليا، اللي هو انا بطبخ شويه فاصوليا كده ورز بالليل وباكل، او لو عندي مثلا اكل متبقي من الغدا باكله بالليل. مش عارفه بجوع جامد جدا، وانا الحمد لله بفضل ربنا من الناس اللي بتاكل ومش بتتخن يعني. عقبالي يا رب الناس اللي هي بتاكل وبتتخن بسرعة او بتقول انا بتخن من كوباية مية دي، ان شاء الله ربنا يكرمكم وتوصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه. فالواحد بيجوع اوقات كده، بناخد سناكس، بناخد برتقانايه، ناخد سفندية يعني اهو، بنحاول. بس انا مش عارفه في الشتاء بجد بجوع جامد جدا. ابني كان عمال كده بيوريكم الكرتون بتاعه او حاجه، لعبه على الموبايل، فعمال بيضايقني وبيقول لي يا مامي انا هوريهم الحاجات بتاعتي اللي انا بلعبها او اللي بسمعها، مش فاكره يعني. بلمعه كده تلميع بسيط. البوتاجاز ده بتاع ماما ربنا يخليها لي. انا طبعا جايبه بوتاجاز وغساله جداد لسه ما استخدمتهمش، بس ان شاء الله طبعا على ما انقل هستخدمهم معاكم وهوريها لكم كده. طبعا القناه دي انا اهملت فيها كتير جدا، ودي شويه فيديوهات كنت مصوراهم. طبعا الفتره دي الدنيا بايظه معايا، تعبانه، الميه قطع عندي، الموتور محروق، فالحمد لله كده شويه فيديوهات كنت مجمعاها قلت ان انا اشاركها معاكم. بعد كل ده بقى بدأت بقى ان انا اكنس الارضية وانضفها كده وامسحها. عارفين مهما بنقوم وننضف كده ونتعب،
بس في الاخر بنحس ان نتيجة تعبنا دي كانت حلوة قوي. بنبص على المكان بعدها، ايه النظافة والجمال ده. بتلاقي مكانك نضيف جدا. لو جالك حد فجأة، حد من الجيران، حصل اي ظرف، تبقي نازلة مثلا من بيتك وانتي مثلا بيتك نضيف، بعد الشر ولادك تعبانين، حد من ولادك تعبان، بتبقي خلاص مش ناعية هم التنظيف وكل الحاجات دي، فانتي سايبة كل حاجتك نضيفة، وبتبقي قاعدة مثلا بابنك او بنتك اللي تعبان، ربنا يا رب يشفيهم كلهم وما نشوفش فيهم حاجة وحشة، بس برضو في نفس الوقت ما تجيش على صحتك. انا بقول لكم من موقعي هذا، انا تعبت نفسي جامد جدا، وجيت على نفسي وجيت على صحتي، وكنت بقوم انضف واشيل الشقة كلها وانضفها وانضف التراب، وافضل طول ما انا في المطبخ واقفة ساعتين 3 على رجليا، بعمل حاجات ما بريحش، بقول ايه انا هخلص دلوقتي واريح بعدين، اجي اقعد بقى مش قادرة اتحرك، لما اجي اقوم مش قادرة ادوس على رجليا، اعصابي تعبتني لدرجة ان انا باخد علاج للاعصاب، اعصاب الطرفية، عندي شوية تعب في الاعصاب، وجع جامد، حاجة صعبة جدا. خلصت الحمد لله المطبخ، وكمان مسحته بالمساحة بتاعه الارضيات كده، كان عندي بواقي اكل كده من الغدا، شوية شوربة واجنحة، وكمان فاصوليا مطبوخة بحبها قوي، وشوية رز بشعرية كده يا دوبك سخنتهم، وقلت اريح كده شوية واقعد اكل انا وادم. وبعد كده اشوف شوية غسيل ورايا وشوية حاجات كده اكملهم وخلاص على كده. بس انا حبيت اشارك معاكم الروتين المسائي ده، واقول لكم اعملوا الحاجات ديت قبل ما تناموا، بجد هتحسوا الصبح براحة، هتلاقي نفسك كده الدنيا حواليك نظيفة ومش عارفة تعملي ايه، هتعملي يا دوبك المطلوب منك في اليوم العادي، اللي هو بقى الاكل، تحضري اللانش بوكس للاولاد، الفطار، الحاجات دي كلها. هنا الكبة دي كبة تاتش، ماما كانت جايباها لي كده، هي حلوة قوي، بس يعني ما تضغطوش عليها جامد قوي، لان اوقات بتفكي كده وتكب كل اللي فيها مرة واحدة. هبقى انا عامله لكم ريفيو عنها، هبقى اكلمكم عنها ان شاء الله. بس هي كبة حلوة قوي، انا ضربت فيها الطماطم كده عشان اعملها صلصة، طبعا الطماطم بتبوظ بسرعة، فانا قلت ايه مش هسيبها عشان ما تعملش على الوش كده الطبقة البيضة اللي هي العفن. اسفة. وبعدين كده صفيتها في المصفى عشان الكبة برضو ما بتضربش قوي زي الخلاط. وقلت اسبكها طبعا بالليل كده، اللي هو قبل ما انام تبقى كمان الطماطم متسبكة وجاهزة، يا دوبك الصبح كده تكون بردت، واشيلها في الاكياس واشيلها في الفريزر، وبس كده هحطها على النار واكمل بقى اللي ورايا. دي بقى من الحاجات المنجزة جدا، اللي هو عندك طبخ كده في السريع، طلعي لك الصلصة وتبتدي ان انت تجهزي الاكل بتاعك. هنا بقى كان عندي شوية غسيل كده كنت غسلاه، قلت ان انا ادخل انشر كده، دخلت نشرت من ورا الستارة. ومن الحاجات اللي انا بحب اعملها برضو بالليل، اللي هو لو غسل غسيل بسيبه كده بالليل، وطبعا بنشر من ورا الستارة لما بيكون قدامي حد. وكمان عايزة اقول لكم ان في قدامي مدرسة كده، فانا بصراحة ببقى خايفة ابص فيها وكده، عشان خاطر بتبقى ضلمة والدنيا بتبقى ليل، فانا ببقى قايدة نور البلكونة كده، وكمان لا حد يشوفني ولا اشوف حد، للامان يعني ببقى قافلة الستارة وبنشر من ورا الستارة. فالغسيل طبعا ما بيخلصش سواء صيف او شتاء، خصوصا لاطفالنا، احنا مش هنفضل سايبينهم يعني لابسين اللبس بتاعهم طول الوقت، لا طبعا لازم نغير لهم، وفي الشتاء بنحتاج برضو نغير كتير، خصوصا لو الاطفال بيطلعوا او صغيرين او كده، برضو بيبهدلوا نفسهم بحاجة كلوها حاجة شربوها. بس كده خلصت وقفلت الستارة، وبقولكوا اوعوا تنسوا تعملوا اللايك. واخر حاجة بقى بعملها في يومي، اللي هو بفرش السجادة بتاعتي، سجادة الصلاة، والدنيا نظيفة كده وزي الفل، بكون مصلية كل الصلوات بتاعتي، وبصلي قيام الليل، وبقعد اقرا شوية قرآن، ولو الفجر اذن عليا بصلي الفجر، وكمان بقعد اسبح واستغفر كده، وبعدين بنام. حبيت اشارك الروتين المسائي بتاعي معاكم بكل تفاصيله، وده روتين حقيقي بالنسبة لي، بعمله بالليل يعني اغلب الاوقات.
الا لو كنت تعبانه. اوعوا تنسوا لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك واشتراك في القناه لو ما كنتوش مشتركين، ومستنيه تعليق حلو منكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. ويا رب بجد فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتفيدكم، واهم من كل ده ان هي بتحفزكم. بس كده هقول لكم مع السلامه، باي باي في رعايه الله. زي ما قلت لكم اوعوا تنسوا الصلاة، خصوصا الصلاة في ميعادها، وكمان تصلوا على النبي كتير وتذكروا ربنا وتقروا قرآن، تسمعوا قرآن جنبكم قبل ما تناموا. وانا قبل ما انام برضو بشغل الراديو بتاع التليفون او بشغل الشاشة على القرآن كده على سورة البقرة. وربنا يصلح حالنا واحوالنا جميعا يا رب. مع السلامة.